بعد المنتخبات العربية في مونديال 2026 ستخوض مباريات لافتة وغير متوقعة نشان، وسنرى فيها تسجيل بعض الأهداف المحترفة والمفاجأة، وستكون كل الأنظار على منتخبات السعودية، مصر والمغرب والأردن والجزائر. وسنرى الجماهير العربية تشعل الملاعب وهي تشجع وتهتف بفريقها بعد حصول مفاجآت بتهز الملعب بشكل إيجابي، وبإمضاء وبصمة فريق عربي وفرحة الجماهير تملأ الشاشات بالملاعب. انت قلتي لي اي فريق بدك تقول لهم؟ شو قلتي لي اي فريق؟ لا بعد انا حاطه هدول الفرق، بس حكيت عن المغرب وين بده يوصل، لكن هون انا قايله نشان الانظار بتبقى على السعوديه ومصر والمغرب والاردن والجزائر ان شاء الله. نعم، ارى ان مونديال 2026 بشكل احداثا بارزه لبعض الفرق العربيه المشتركه في المونديال، وما بين النتائج السلبيه والايجابيه بيظهر وبيلمع فريقين عربيين وبيقلبوا الموازين اللعبة والملعب، والجمهور بيسجل الانتصار غير المعقول نشان وغير المتوقع أبدا. وقد يكون هذا الانتصار رياضي في الربع النهائي في المونديال، ممكن أو فينا نقول النصف النهائي، ربع النهائي. خلص قلتي ربع نهائي، لا خلينا على ربع الله العليم، أو النصف النهائي من المونديال. المهم بالنهائيات. اوكي.